برسيل جل بأسهل طريقة، حرفيًا كلها مكونات هتقدري تنفذيها وهتقومي حالًا وتنفذيها، سهل جدًا تستخدميه لكل أنواع الغسالات وكمان الغسيل اليدوي، سهل وبسيط. تعالوا مع بعض نحضّره. 3 لتر من المَيّة في بولة كبيرة، انزلي ب4 معالق من الدقيق، مش أنا قُلت لِك كلها مكونات سهلة، عليهم معلقتين كبار من السكر، وبعد كده قلِّب، قلِّب، قلِّب. بعد ما نقلِّب خلاص وجانسنا كل حاجة مع بعضها، نخش على بعد كده نُص كوباية من المَيّة، وهنحط فيها معلقتين كبار من هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاص معروف في مصر، أو الدبشار أو القطرونة. قلِّب، قلِّب، بعد كده انزل عليهم بخليط الدقيق والمَيّة والسكر، وادّيها تقليبة حلوة كده مع بعض، اتجانسوا، هتلاقي الخليط اختلف معاكِ ولون الدقيق بدأ يغيّر. هتكوني محضّرة لي كده كيسين من باهي، أوكسي، أي حاجة أنتِ بتفضّليها تكون ريحتها حلوة كده. أنا استخدمت نوعين من باهي الجل وكمان البودر، علشان خاطر أعمل mix كده من النوعين، وآخد الفايدة بتاعة الريحة من المنتجين. وأقلِّب، قلِّب، قلِّب كل حاجة أنزّلها كده مع بعضها لغاية ما تتجانس، وبعد كده هنخش ونشوف هنعمل إيه مع بعض. بس وصفة النهارده للناس اللي بتزعل منّي وبتلاقيني ما بانزّلش الوصفة كاملة في الreels، فحبيت النهارده بناءً عن تعليماتهم هم، هانزّل إن شاء الله، إن شاء الله كل الوصفات الكبيرة هاحاول أنزّلها في الreels بالناس اللي ما بتبقاش عندها باقات كبيرة، فما نحرمش حد من المشاهدة. تعالي لي بعد كده تكوني محضّرة لي لتر ونُص من برسيل جل يكون شفاف، أي نوع. أنا استخدمت هنا شفاف بالجريسلين، وطبعًا مش لازم تستخدمي اللي أنا استخدمته، ممكن أي نوع تقدري تستخدميه استخدميه وأي لون. أنا حبيت بس اللون يكون شفاف كده بحيث يدّيني اللون الأبيض اللي أنتم شايفينه. وبقى معايا برسيل جل أكتر من روعة، ريحته وقوامه تحفة، جربوه ومش هتندموا.